ازيكم يا بنات؟ جولتي النهارده هتكون عند اسلام التركي الجزء الثاني. نزلت لكم جوله من عنده هتلاقوها في اول تعليق مثبت. الجزء ده هتشوفوا فيه فساتين، هتشوفوا فيه جواكت جلد، بلوفرات، حاجات حلوه جدا موجوده عند اسلام التركي. المكان موجود جوه مترو العتبه، هي جوه مترو العتبه، ولا هتروحي كده ولا هتروحي كده. زي ما انتوا شايفين مجموعه من الفساتين حلوه قوي. دايما بحب ابتدي لكم بالحاجات اللي معظمكم بيسألني عليها، ان كانت الفساتين او البناطيل، علشان لو واحده ما كملتش الفيديو ولا حاجه تعرف برضو ان المكان ده فيه الحاجات دي. فستان زي كده بنات كان ب120 جنيه. خامته حلوه جدا، خامته خريفي او ممكن يبقى شتوي معاكي لو هتلبسي مثلا تحتيه حاجه، هيبقى حلو ولطيف جدا معاكي. فستان زي كده كان ب225، بس ده يا بنات كنت حاساه خفيف شويه، يعني مش مناسب للفتره اللي احنا فيها، كان مناسب ممكن من شهر او من شهرين كان هيبقى حلو. في فستان زي كده برضو ده بنات مفتوح من تحت، هوريكم دلوقتي. ده مفتوح من تحت، ده ب220. ده كان عايز بنطلون جينز تحتيه بنطلون اسود، اللي يعجبك زي ما تحبي. ده مثلا لو انت عندك بنطلون دق عليكي، بلوزه دقت عليكي، البسيهم تحتيه وانزلي، هيبقى مثلا هو هيغطي كده، هو هيغطي يا بنات اللبس اللي انتوا لابسينه، يعني مش هيبين اي حاجه. في فستان زي كده برضو كان شكله لطيف. عايزه اقول لكم لو اي حاجه رحتوا لقيتوها ما فيش منها الوان، هيجيبوا منها الوان تانية. ده كان ب180. فانتوا ممكن تقترحوا عليهم تسيبوا رقمكم، لما يجيبوا حاجه معينه انتوا عايزينها يتصلوا بيكم، يا اما انتوا تروحوا يا اما تبعتوا حد. ده كان ب200 جنيه. ده ليه زراير، عايزه تقفليه تمام، مش عايزه تقفليه برضو ليكوا حريه الاختيار. كان في بنوته هناك اسمها نرمين سكر خالص، كانت بتساعدني بصراحه وبتقولي الاسعار، وسايبه اي عميل واقف في المحل، وبصراحه هو مش شغلها ان هي تقف معايا، بس بصراحه كانت بتساعدني، وهي محترمه جدا 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 يعني. لو هي شافت الفيديو بجد انتي ذوق جدا وكلك احترام وذوق. ده كان ب220، اللي هي الخامه السويدي دي يا بنات، تونيك طويل وجميل جدا. ده بقى كان دريس مع الكارديجان بتاعه، الاتنين لازقين في بعض يعني احنا محدش يقدر يفرقنا عن بعض ابدا. هي القطعة دي كانت ب240. في منه الوان تانية هتلاقوها وراه. القطعتين دول مع بعض يا بنات لازقين في بعض، بس دي عايزة حد جسمه فت قوي، بحيث ان هي ما تبقاش ماسكة على الجسم، يعني عشان ما تحددش بس تفاصيل الجسم. في دريس زي كده برضو جلد في خامة صوف، ده كان ب250 اللي عدى. التاني دريس طويل عادي خالص، ده كان ميني دريس، ده كان ب280، ده قصير شوية. ده يا بنات بنلبس عليه البوت اللي رقبته طويلة، بحيث ان هو يداري لو احنا محجبين، ودي الالوانات بتاعته. في دريس زي كده برضو، ده كان بليسيه وكان طبقات. ده طويل، ده كان ب200 جنيه. في الاحمر اللي وراه برضو، ده السادة بقى، ده كان برضو ب200. ده طويل يا بنات مش قصير. في فستان برضو زي كده، ده كان ب250 شوية، ده حاساه ليدي اكبر شوية يعني في العمر، ولو بنوت عايزة تلبسه براحتها طبعا، بس انا بقول لكم حسيته كده. في بقى دي الالوانات بتاعته، اللون اللي هو اللون اللي ورا ده كان حلو قوي. ده كان عاجبني جدا. بصوا يا بنات، الفستان التايجر ده تحفه جدا، واكيد هيبقى شيك جدا في اللبس، بس هو حاساه مايل شويه للسواريه، مع انه مفيهوش اي استرس ولا اي حاجه، بس انا التايجر بالنسبه لي لو دريس او حاجه زي كده او بلوزه منه ساتان، بتبقى مرتبطه معايا ان هو حاجه مناسبه. لكن انا عندي تايجر بلوزه بس قطن عادي، فبلبسها في اوقات عاديه خالص، بس لو حاجه ساتان بحس ان هي مناسبه اكتر. للاسف بصراحه ما عرفتش سعر الفستان، ما ركزتش في سعره، بس هو تقريبا مش اقل من 300 جنيه. ما هو مش اقل من 300 جنيه التاني. ده كان ب 330، ودي كانت لاست بيس. عايزه اقول لكم مقاساته واسعه، تلبيسه واسع، كان حلو جدا. حتى انا قلت لها لازم يبقى اخر قطعه، لازم، لان الموديل ده كان حلو قوي، كان فظيع، كان عاجبني جدا. بصوا بقى الفستان ده، ده كان ينفع تلبسي يعني تلبسيه مرتين. ازاي؟ هتلبسيه دريس عادي خالص كده تمام، مره تانية بقى ممكن تلبسي عليه بليرو جينز قصير، هيبقى تحفه معاه، منه ان انت لابسه كانك لبستي فستان، ومره تانية لبستي جيبه شكلها حلوه جدا. ده كان ب 300 جنيه. اللي عايزه اقول لكم الخامه السويدي دي يا بنات طالعه منتشره جامد جدا السنه دي. نرمين قالت لي ان هي واخده منه حاجه من الخامات دي وغسلتها في الغساله الاوتوماتيك عادي خالص. ده كان ب 300 جنيه. ده كان حلو قوي برضو.
دي كلها درجاته. ده عجبني قوي قوي، درجته جميله برضو. ده كان من الموديلات اللي هي لاست بيس، قالت لي ممكن هيجيبوا منها، وكده كده هيجيبوا منها على ما انتوا تروحوا ان شاء الله. الموديل ده ب 320. عايزه اقول لكم، قلت لها لازم يبقى ب 320، يعني لازم قصدي تبقى لاست بيس من اللون ده، من الالوان دي، لان لونه كان حلو قوي. هنا كاتبين لكم ممنوع الفصال بامر الطبيب، خلاص عشان هما ايه بيتعبوا نفسيا، فمحدش يفاصل معاهم. محدش يفاصل عشان هما ايه، الطبيب قايل لهم محدش يفاصل عشان هما بيتعبوا بسرعه. في ده كان ب 370. الحاجات دي بقى حلوه قوي. ده الجاكيت ده شكله جميل جدا. ده كان ب 220. شكله حلو قوي يا بنات. في حاجه زي كده برضو، ده كان ب 230. الحاجات دي هيبقى شياكتها وهي مقفوله، شكلها هيبان بصراحه. عشان اكون صراحه معاكم، وهي مقفوله في حاجات بتبقى لا وهي مقفوله شكلها افضل بكتير. في تونيك زي كده برضو، ده كان ب 220. شكله حلو. عايزه اقول لكم انا بحب اصور عند اسلام جدا جدا جدا، بحب اصور في الفرع ده قوي. يعني هو ليه فرعين تاني في نفس يعني في نفس المكان، بس سبحان الله. الجلد بقى يا بنات ب 280، والبيج ده ب 220. بصوا يا بنات، التصوير بصراحة بيبقى أفضل ليا أنا بتكلم عن نفسي أنا كمثلا قناة بنات. أنا بحب أصور في مكان أنا حباه، حابة الموديلات اللي فيه. ما بصورش انا مثلا اروح الاقي اي فرع اهبد وخلاص فيديوهات، لا انا بحب اصور في مكان انا بحبه. ده كان ب 300 جنيه. في متابعه حتى شافتني في الرواعي، كانت عايزه تطلع مكتب الصفا والمروه. خدتها معايا على ما اخلص حاجه كده، وقلت لها هوديكي. هي شافت قالت لي ايه ده، هي الناس بتناديلك عشان تصوري عندها؟ قلت لها اه. الناس ده ب 200 جنيه، حلوه جدا. ده اللي بكم يا بنات، ده اللي بكم في منه كات. عايزه اقول لكم انا جبت منه كات لونه كشمير كده حلو قوي. هبقى انا عملت فيديو المشتريات، مش عارفه انهي هينزل قبل انهي، يعني هتلاقوه كات. قلت لها يعني الناس بتناديني ان انا اصور عندها، بس انا ساعات حاضر انا جايه لك، لا هاجي اصور عندك. السعر مثلا ما بيناسبنيش، او بحس ان الموديلات مش قوي، ما برضاش اصور. في برضو تونيك زي كده، الكارو ده ب 180، حلو برضو. في حاجه برضو زي كده، عايزه اقول لكم 90% من موديلات الخامات اللي هي شبه الشموا دي السويدي. الستايلات بتاعتها شكلها حلوه بصراحه. يعني موديلها حلو قوي زي ما انتم شايفين. ده على فكره ممكن نسيبه مفتوح لو هو هيبقى ضايق علينا. ده كان يا بنات ب 240. ده الدريس اللي انا وريته لكم. خلاص بقى يا بنات، كده بقى الفيديو خلص. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم جدا، مع السلامه.